السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفكن يا صبايا؟ كيفكن يا غوالي؟ يا رب الكل يكون بألف خير. بعرف يا غوالي أنا هالفترة غبت عنكن كتير، ضليت فترة شهر والله كنت شوي مشغولة بعرس بنتي. إن شاء الله عقبال يا رب فرحتكم بولادكم، إن شاء الله عقبال كل صبية وكل شاب ربي يحقق أمنياتهم ويوصلوا للي بريدوه. وطبعا بتعرفوا هذا الشيء، هاي الفترات بتكون الأم شوي مشغولة بين مد جهاز، بين كسوة، بين روحة، بين جية. فما حقلكم والله المشاعر كان ممزوجة بين الحزن والفرح. يعني الحمد لله رب العالمين، الله أكرمني وإجت بنتي من السفر البعيدة، وأجا ابني كمان هو ومرته وولاده حضروا عرس أختهم. ونفس الوقت يعني سبحان الله، نفس الوقت تزوجت بنتي. يعني ما رح لكم وين بدي افرح ويلي افرح انه الحمد لله رب العالمين لم شمل العيلة بعد سنين عفوا. وبعدها سبحان الله رب العالمين اشاء وقدر انه كل واحد يرجع لحياته، كل واحد رجع لبيته، رجعوا سافروا ورجعت فارقتهم من غير شر. وانا هون شاركت معكم بعد ما قطع عرس بنتي. وهلا يا صبايا اول شي رح نبلش بطبختنا، وانا اثناء الفيديو رح احكي لكم شويه تفاصيل من هاي الناحيه. اليوم يا صبايا انا عندي رح نعمل لحمه بالكرز. هاي طبخه كتير مشهوره عندنا بحلب. انا عندي كيلو كرز بعد ما فقشته. اول شي يا صبايا انا نظفته وغسلته ونشفته، وبعدين شلت العجو منه وعصرته وصفيته. مثل ما يكون شايفين هذا العصير الكيلو كرز. وهون عندي نص كيلو لحمة كبابة، لحمة غنم ضاني. مثل ما بترغبوا، بتحبوا تحطوا كيلو كباب، بتحبوا تحطوا أكتر، هي انتو رغبتكم. أول شي يا صبايا قبل كل شي بعد ما أنا عصرت الكرز حطيتها على جنب، هون جبت اللحمة رح تبلها ورح نشتغل فيها أول شي باللحمة، ونفس الوقت رح نعمل اللحمة بكرز. يا صبايا أنا هون حطيت نص معلقة ملح وربع معلقة تقريبا بهار أسود أو 7 بهارات أو بهار حلبي. هاي بهار الحلبي. وأكيد أنا ما رح أنسى أشكر كل حدا عم يتابعني وكل حدا عم سأل عني بغيابي، وإلكم من قلبي ألف تحية ومليون سلام. هون يا صبايا رح تبل اللحمة، وبس نتبلتها برجع لكم أكيد بالفيديو. هون يا صبايا تبلت اللحمة، حطيت لها البهار والملح دهكتها كتير منيح شايفين. هلا رح أكورها، أعملها بشكل كرات، حتى أجهزها مشان نحطها بقلب عصير الكرز. طبعا أنا حمشي معكم خطوة بخطوة. هون طبعا حطيت جنبي صحن مي مشان كل كرة لما ندورها أو نكورها شايفين مثل ما يكون شايفين بالفيديو. أكورها وأحطها على جنب. أكيد رح أعمل كل الكمية وبعدها رح نبلش وصفتنا. هاي صبايا كتير سهلة وبسيطة. هاي الطبخة يعني كتير ما بعرف شو بدي لكم، ممزوجة بين الحمض والحلو والملح يعني. بس هي أكلة كتير طيبة، وهي أكلة موسمية. يعني ممكن بالسنة أو سنتين واحد يقوم ممكن يعملها مرة. ما مثل المحاشي مثلا، مثل الكباب. لا هي هلا لأني وقت الكرز بما إنه هلا نزل موسمه، فأنا حبيت أشارك معكم هاي الطبخة. والله أنا عم كور اللحمة. أنا رح أدردش معكم شوي من ناحية هاي الفترة. معلش شوي كانت نفسيتي كتير تعبانة. أنا عندي هاي جوزتها بنتي آخر عنقود. إن شاء الله يا رب هيك فرحة قلبكم، وإن شاء الله هيك يا رب يشفي كل حدا مريض. الله بيعلم فيه ويفرج هم كل حدا مكروب، ويفرج عنا وعنكم بجاه اسمه الأعظم. طبعا كانت فترات كتير صعبة، يعني حسيت انه حدا اخذ شيء قطع من قلبي. بعرف انه هي سنة الكون، وبعرف انه البنت مقانة تتزوج تروح عن بيت زوجها، بس سبحان الله بضل هي لحظات صعبة كتير بالنسبة للأم. واكيد بدي وقت انا لحتى استوعب الفكرة انه انا من غير شر انه بنتي تركت البيت. وخصوصي هي كانت اخر عنقود، وهي كانت زهرة البيت بصراحة. كانت معبية حياتنا مليتها. يعني بتعرفوا البنوتات، البنات سكر نبات، بضلوا البنات لهم هيك روح سبحان الله في البيت غير شكل. اكيد الصبيان والبنات نفس الشيء، بس البنت دائما بتكون لها سكرة مثل ما انتم بتعرفوا. والحمد لله رب العالمين، الله اكرمها بابن حلال، انسان كتير ذوق، ابن يعني حباب لطيف محترم. كتير كتير إنسان مربى ابن أصل. الحمد لله يا رب هيك يتموا، يا رب هيك ديومهم لبعضهم يضلوا طول العمر مع بعضهم. والحمد لله رب العالمين. رب العالمين مثل ما بيقولوا الطيبون للطيبات. والحمد لله سبحان الله يا جماعة، والله ما بعرف شو بدي أقول لكم.
ما بعرف شلون الفترة هي شلون رب العالمين عم يسرى بسرعة بشيء مو يعني ما عم بتوقعه عقلي. سبحان الله. بالنسبة للكسوة ما لقيت لها رب العالمين، فورا رب العالمين يسر لنا إياها، يسر موضوع الذهب، يسر. أنا فجأة خبط لزق، ما لقيت حالي إنه اليوم صار لي عرس بالبنت وقرب عرس بنتي، وأنا لآخر لحظة ماني مستوعبة إنه اليوم هالبنت رح تتزوج. أنا بعرف إنه هذا الشعور مرحلة حدا يعرفه غير كل أم وصلت لهي المرحلة، وخصوصا كانت علقة بآخر العنقود بالبيت. الله ربي هيك يسعدها هي وجوزها يا رب، وما بتمنى لنا كل السعادة. وبالنهاية ما يصح إلا صحيح، نهاية البنت لبيت زوجها ونهاية الصبي عند زوجته، وبالنهاية يعني رب العالمين هي مثل ما نحن فغيرنا كمان نفس الشيء. وطبعا هنا أنا رح أنشر لكم أو أعرض لكم شوي بعض من المقاطع من العرسة. ونفس الوقت كان في كمان بعد عرسة كمان عملنا لها عزيمة، سويت لها سمائية وكبة مقلية، يعني كبة مقلية. فيعني إجباري دوبي بين عرسة وبين هالأمور وبين ودعت أولادي اللي سافروا ورجعوا تركوني وراحوا، فكان هذا الشيء بده وقت لحتى أقدر. يعني بصراحة أنا عملت أكلات بس ما قدرت أصور، ما كانت نفسيتي أبدا ما كانت جاهزة لهذا الموضوع بصراحة. مرتين ثلاثة ما كنت بدي أنشر أبدا. وكمان أنا ضمن هلا موضوع كتير حساس بالنسبة لإلي. إن شاء الله قريبا إن شاء الله يا رب يستخرنا الخير. قريبا إن شاء الله رح أنزل على سوريا، وإن شاء الله يقدرني حاول أصور لكم شوي هنيك بعض الروتينات البسيطة اللي أنا دائما بنشرها لكم. أنا يمكن مختلفة روتيناتي عن الباقي، ممكن ما بشارككم تفاصيل بيتي كتير، ما بشارككم شكل البيت أو كذا. أنا مختصة بموضوع المطبخ، فأنا يعني كل إنسان له خصوصية، فهيدا روتيني على قد مقدرتي، قد استطاعتي، اللي هي إنه مجال الطبخ. بعرف الأكلات عم تتكرر، بس يعني مثل ما قلت لكم هاي روتيناتي البسيطة، ونفس الوقت أنا بغرض إنه أولادي إن شاء الله يستفيدوا. هون يا صبايح نرجع للفيديو اليوم. مثل ما نكون شايفين يا صبايا أنا هنا خلصت تكوير اللحمة. بعد ما خلصت تكوير اللحمة رح نبلش طبختنا لهذا اليوم. خلصنا هاي المرحلة، رح نبلش بالمرحلة الثانية. هون رح أشغل النار عن عصير الكرز مثل ما نكون شايفين اللي هو كيلو. يا صبايا في ملاحظة كتير مهمة، الكرز بيكون وشنا. الكرز لما بيكون وشنا بتطلع طعمته كتير طيبة لهي الطبخة. يعني ما بصير كرز عادي لأني ما رح تطلع طيبة كتير. فهذا الكرز الوشنا بيكون كتير حامض وحبته تكون صغيرة، فبيكون بموسم الكرز. هون يا صبايا شغلت النار على نار هادية، ورح أحط هلا العصير عليها، وبنفس الوقت بالغاز التاني رح أحط اللحمة أو كرات اللحمة مشان نقليهم. هون يا صبايا شايفين أنا حطيت هلين كرات اللحمة على نار مرتفعة. طبعا فيكم تحطوا سمنة، فيكم تحطوا زبدة، فيكم تحطوا زيت، فيكم ما تحطوا. إذا كانت لحمتكم فيها دهنة فما في داعي كمان تحطوا. أنا بصراحة حطيت معلقة سمنة مشان تتقلى معي اللحمة بسهولة وما تعلق بقلب الطواية أو المقلية. بهالأثناء يا صبايا مثل ما قلت لكم كنت شايلة النار عن شراب الكرز. هون اللحمة ما بنحركها لبين ما إنه تاخد طبقة وتعطينا اللون، يعني لبين ما تستوي اللحمة عن مزبوط. في ناس بتحطها بالفرن تشوي اللحمة بالشوي مشان فورا تجي تنزلها. أنا من رأيي أو بتعطي الزكاوي أكتر مشان نكتسب الدهنة اللي حتطلع من اللحمة إذا قليناها قلي. وكل واحد يا صبايا مثل ما بحب بيعمل هاي الطريقة اللي هي اللحمة، فيكن تشوها بالفرن فيكن تقلوها قلي. هون بالأثناء بلشت هون مية أو عصير الكرز بلش شوي يسخن، فرح أنزل أنا فوق المكونات اللي بتحتاجها هي الطبخة. هون يا صبايا لوقت اللي تتقلى اللحمة رح نزل 5 معالق سكر. الكيلو الكرز أو عصير كيلو الكرز أنا نزلت 5، وإذا بتحبوها شوي حلوة فيكم تحطوا 6 معالق. مثل ما تكون شايفين أنا عم نزل 5 معالق سكر فوق عصير الكرز. وهون يا صبايا نزلت نص معلقة بهار أو 7 بهارات ونص معلقة ملح. رح تستغربوا من هالمكونات بس والله الأكلة كتير طيبة. وبعدها كمان رح أنزل نص معلقة قرفة مطحونة أو قرفة ناعمة. هاي القرفة بتعطي نكهة كتير طيبة للأكلة هاي للطبخة. أكيد رح تقولوا يمكن في ناس بيقولوا إنه لأ ممكن تخبيص. لا يا جماعة والله ما هو تخبيص. برجع بقولكم هاي أكلة كتير كتير مشهورة بحلب وطيبة،
وهي موسمية، ما انه لاني شوي لاني مو حلوة ممكن ما كتير تترغب، بس كتير طيبة. هون بعد ما حركتها هون شايفين، هون انا رح استنى شوي ليغلي الشراب الكرز او العصير الكرز اللي انا عملته. بهالاثناء هون شايفين عم نستنى اللحمة لحتى تستوي، وبس انتقلت لحمة كتير منيح رح نزلها فوق العصير. فيكن تنزلوها بقلب الطنجرة فوق العصير، فيكن تشيلوا العصير تنزلوه فوق اللحمة. فأنا رح أعمل إنه أشيلها أنزل العصير فوق اللحمة، طبعا بعد ما بيغلي شوي عصير الكرز. هون يا صبايا غلى عصير الكرز، حطيت المقلاية على جنب، وطبعا هون شايفين اللحمة اتقلت كتير منيح من كل الجوانب. أنا ليش فضلت إن أنزل العصير الكرز فوق المقلاي؟ أولا دهنة اللحمة طلعت، السمنة، النكهة كلها والبهارات كلها بتضل بقلب المقلاية، ونفس الوقت بدك تسبق هذا عصير الكرز اللي احنا يلا عم بنزله. بعد ما نزلت هذا العصير يا صبايا يعني شغله بدها تقريبا 10 دقايق ربع ساعة إن كترت، مو أكتر، بس لبين ما تمتزج اللحمة مع المكونات وتمسك مع بعضها وتتجانس، وهيك بتكون طبختنا جاهزة للأكل. والله هي شغلتها كتير كتير بسيطة، بس بقى أنا اضطريت لكم التفاصيل لحتى نفس الوقت مثل ما قلت لكم كمان أولادي يستفيدوا إذا حبوا يعملوا هي الأكلة. وهون يا صبايا بعد ربع ساعة أو 10 دقايق بعد ما خليتها تتعقد مع بعضها، طبعا على نار مرتفعة لبين ما تعقدت، شايفين مثل هي السماكة، بتكون هون طبختنا جاهزة وقبل لنقدمها أو بشوفكن بفقرة التقديم. وهون يا صبايا أنا جبت رغيف خبز رح أقسمه قدامكم أو أقطعه قدامكم بشكل مثلثات لحتى نزين فيه طبقنا لليوم، وتشوفوا شلون رح نقدمه. أكيد هو رح يتاكل بهي الطريقة مثل ما انكم شايفين. وهون يا صبايا بعد ما أنا قطعت الخبز مثلثات شايفين رح أفتحه على الطرف الثاني، لأن هي الطبقة بتكون خشنة وهي اللي رح تغب معنا العصير بالكرز أو طبختنا لحمة بالكرز، ورح أصفه بهذا الشكل أدور مدارات الصحن. بعد ما صفصته يا صبايا دور مدارات الصحن رح نزل أنا، طبعا أنا عم بعمل مقدار إنه أنا هذا الصحن بدي آكله، مو كل الكمية، كل ما بدكم تاكلوا بتسخنوا شوي وبتعملوا هاي الحركة اللي يلا أنا عم بعملها قدامكم. وهيك يا صبايا كان صحننا جاهز لهذا اليوم، أو طبختنا لحمة بالكرز جاهزة لهذا اليوم. طبعا أنا زينتها بالبقدونس وحطيت لها شوية مكسرات، بتحبوا تحطوا فستق سوداني، بتحبوا تحطوا لوز، هالمتوفر عندكم، وألف صحة وهنا للجميع. ويا رب يكون محتواي عجبكم، وإن شاء الله يكون فقرة اليوم تنال إعجابكم. وأكيد ما رح أنسى مرة تانية أشكركم يا صبايا، وأشكر كل حدا عم يشترك بقناتي، ولكم من قلبي ألف تحية ومليون سلام. ولا تنسوا دائما أبدا تقولوا الحمد لله على كل حال، الحمد لله على الصحة والعافية وراحة البال. وهلا صار شو وقت فقرة، صار وقت فقرة لازم ندوق. طبعا أنا ما فيني أستحكم أكل قدامكم بالمعلقة أو أخذ الخبزة، بس أنا عم فرجيكم بس الفكرة. شايفين فيكم تاخذوا قطعة لحمة وتبلوها. نحن بالنسبة لنا مثل ما قلت لكم أكل كتير طيبة، وفيكم تسألوا عنها، هي لحمة بالكرز. بتمنى تنال إعجابكم، وأكيد يا صبايا لا تنسوا لو عجبتكم وصفاتي وطبخاتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد أنا بنزله. وهلا أنا أختم معكم فيديو بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوني دعواتكم. وهلا يا صبايا رح أخليكم بفقرة مقطع من عرس بنتي والعزيمة اللي أنا عملتها. بشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماي ولاها أرضي حكم جنة،
شجر المينا لا أتذكر إلا صوتك أنت